السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هكمل لكم باقي الشنط اللي كان عليها سيل. انا نسيت صور كذا موديل تاني، بس هبدأ الاول بموديل انا لقيته كده معايا وانا بصور. هعمل معاكم الشنطة لوي فيتون، سعرها حلو جدا، شكلها تحفة وتفاصيلها جميلة جدا، كبيرة جدا من جوه. هنبدأ نشوفها من جوه، يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا بينا. بجد جميلة جدا جدا، مفيهاش اي جيب، مفيهوش اي حاجة، مش بسوستة بتلبس من هنا. يعني واحنا ماشيين هتبقى كده تمام. هتتلبس هاند طويلة، هتتلبس صغيرة او هتتمسك. طبعا هي مش كده، مش هتتلبس. الاتنين حلوين جدا جدا. هو اللون الوحيد ده اللي متوفر بالسعر ده، لكن البني والجملي اسعارهم عالية جدا. نخش بقى على المفاجآت دي. انا نسيت اصورها، تحفة في الحقيقة، تحفة. شايفين؟ يلا بينا نبدأ من جوه. الثانية اللي فضلت استنى، انا مش عارفة اوريها لكم. طب ما نقفلها بسوستة اهي. التفاصيل دي مهمة جدا انا عارفة. تمام، جيب صغير جدا تقريبا مش هنستخدموه. شنطة عمقها على فكرة حلو، موبايل، البورتوفيه، اي حاجة كمان يعني. متاح 3 قطع يتحط فيها عشان تبقى شكلها لطيف. بس وبالسيريال نمبر كمان. نكمل الشنطة بقى عشان نعرف تفاصيلها من فوق. تحفة قوي. ميزتها بقى اللي انا كنت قلقانة منه ان هي ما كانتش بتطول، بس لقيتها ان فيها حزام بيدخل منه. هتليق على اي لبس، هي الجاز بيليق على اي لبس. تمام. انا معايا البني ده ومعايا اللون البيج. تحفة بجد يعني. نفس التفاصيل هي. تيجي من هنا صغير، معرفش مشفتوش في التاني ليه. جماعة حلوة جدا وشيك قوي يعني. بجد الواحد عايز يشتري كل الشنط دي. والميزة ان هما هيليقوا على كل حاجة، يعني مش حاجات معينة بس. تمام. دي بقى دي الشنطة المفاجأة بالنسبة لي. دي نسيت اصورها بجد. دي بقى نتفرج عليها واحنا بنستمتع. بصوا، الجلد ناشف شوية بس جميلة. بوكس، هي بوكس. تمام. نبدأ بالتفاصيل حتة حتة. هنا مكان نادرا لما هنستخدمه. بصوا بقى على الدراع وجماله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول. انا اسفة جدا على القطع ده. تمام، هنكمل. ده بقى شكل دي بقى بيتحط فيها الكوينز كده. هي شكلها تحفة حتى لو متحطش فيها حاجة. هتليق على اي حاجة، على اي لبس. هو الجاس بيليق على اي لبس، ده ميزته الصراحة. تمام. سريع نمبر خامتها يا جماعة تحفة 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 تحفة. الدراع بيدخل ويقصر، طبعا دي حاجة فظيعة جدا.
نبدأ بقى نشوف شكلها من جوه. زي ما قلنا هنا كيب صغير قوي، ممكن يتحط فلوس لوحدها كده. وجيب تاني هنا مش عايزة اتحمى عليها. هنا ممكن برضو يتحط على فكرة موبايل عادي. تمام. فيها بقى سوستة من هنا، مش هنستخدمه. انا رأيي نحافظ على جمال الشنطة ونستخدم كده، نفتح حلو كده نحط حاجاتنا هنا بالظبط. انا شايفة هيبقى متاح موبايل والمحفظة بس. يعني ده حاجات في بقى البرفيومز الصغيرة او الحاجات اللي بتبقى صغيرة دي ممكن. دايما وانتوا الشنط دي بنحافظ عليها، نحط على قد حجمها بالظبط. ده على قد حجمها، مش لازم تتنفخ، مش لازم ما تتقفلش، هتيجي هتبوظ على طول. دي بقى من الشنط اللي كسرت الدنيا، تحفة جدا. ده خامتها شموا وده جلد. تمام. وده شكلها من هنا ومن هنا. انا ما فتحتهاش حتى، ما فضيتش الورق اللي فيها. وده السيريال نمبر. مش عارفه اقف الصراحه. نشوف بقى الدراع القمر بتاعها. تحفه جدا. تمام. مريحه الشنطه جدا، في القفل والفتح ونحط فيها اي حاجه. تمام. دي اكبر بالتانية بكتير، مش بكتير قوي، ب5 سنتي مثلا، مش هتفرق. ما فيهاش اي جيوب في اي حته تانية. نشوف الدراع بقى ده بيطول ويقصر. شباب مش عارفين. انا بس عشان الدراع ده اهم حاجه بتسأل فيها في الطول. تمام. بص انا هفهمكم ايه ده، يعني ايه القصه، مش عارفه اقطعها حتى ثانيه. بصوا هو مش بيطول قوي. تمام. هو تقريبا كده. استنوا انا هقول لكم دلوقتي، لازم نفك ده عشان نعرف التفاصيل. كده مش عارفه لان في هنا كمان طول تاني. شكرا. مش اخدت من وقتكم، هنتفرج مع بعض. بصوا، متفاجئه. انا متفاجئه جدا دلوقتي. ولا من شاف ولا من دري اهي. شكل الكليبسه من فوق. عايزين نرجعها تاني، هنفكها. بس هي غالبا كده كروس يعني، بس مش بتطول تقصر. هي الكروس بتاعها طويل، يعني جمال جميله جدا مع البنات الكبار. بس كده يبقى احنا ايه، ممكن تطول اكتر كليبسه كمان، لكن ما تقصرش عن كده. بصوا هو الفرق مش كبير قوي، يعني تنفع برضو، بس مش هتنفع القصيرين قوي يعني، هتبقى طويله عليهم. بصوا بقى دي بدون كلام، هي مش محتاجه تفاصيل كتيره جدا. هي شنطه جاس قمر من جوه، جميله. طبعا الحاجات دي مثلا للدروس، هنحط فيه ورق، هنحط فيه كتاب، حاجات حد خارج مثلا، حاجات شخصيه، متعلقات شخصيه، بس كده. ومعايا اللون الاصفر برضو.
هي ظهر اصلا. اللونين حلوين قوي، تحفين جدا ما شاء الله. شنطة جميلة. الجيب اللي قدام ده يعني يا دوب موبايل وممكن ما ينفعش كمان. كده انا هكون خلصت الموديلات اللي هي في السيل. تمام، هزود بقى من عندي عشان اكون خلصت كل الشنط اللي انا عايزاها. الشنطة الجاف القمر دي، وريتها لكم كتير بس عشان في ناس تانية برضو لو ما شافتهاش. ده الدراع بتاعها، نفك مع بعض. بص بقى الفكرة هنا، يعني من احلى الحاجات عشان الفكرة نفسها. بصوا عشان لسه اللي ما شافهاش، شايفين الشنطة ناحية كده وناحية كده، جميلة جدا. ممكن بقى تتعمل بالكليبس ده، وده مش للأسف لما تيجي تتعمل كروس مش هتنفع، بتفك وبتبقى كده بس بزاوية أفضل يعني من ورا، بتبقى كده. تبقى شكلها غريب بس لما هتتملى مش هتبقى الشكل ده فيها. تمام، لكن احنا بنلبسها كروس تحفة جدا. الكروس بتاعها مش طويل قوي على الطوال، هي متوسطة مناسبة للناس اللي أطوالها عادية والقصيرة كمان. وبكده أكون خلصت الكوليكشن اللي معايا، وأشوفكم المرة الجاية مع شنطة أو نضارة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.